يعتبرون أن الفائز من هذه المباراة سيكون اعتمد أكثر شيء على الأطراف، خصوصا اللاعبين الظهيرين، خصوصا ياب العمري. هي الأوغندية. هنا رهان آخر، هنا تحدي آخر، هنا مباراة أخرى منتظرة بطولية لرفقاء محمد ربيع حريمات. لاعب بنزعة هجومية كبيرة، لاعب كذلك مثابر مجتهد، لاعب اللي يكسب التحاماته أكثر من وتكون فيها السيطرة مغربية ويكون فيها الضغط مغربي. برافو مهري، يلعب للمليوي، المليوي اللي صابر، رجعت لمهري، ماذا سيفعل مهري؟ يراوغ العرضية دفاعية انه مكسب، وان شاء الله اليوم ياكدها المهدي المشخشخ لاعب فريق الرجاء الرياضي. الكره البينيه يخرج حارس المرمى باصه لفائده المنتخب السنغالي. تلعب هذه الضربه الحره بعيده تماما عن مرمى الحارس. في نصف النهائي الثاني لبطولة الشان في النسخة الثامنة ستلعب هذه الركنية عن طريق اللاعب لايوس. ترفع هذه الكرة والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل، لايوس في الربع الساعة الأولى بضربة راس. عينكم على لايوس هنا في الارتقاء، هنا في الارتقاء وسط المدافعين. شوف لايوس هنا يا بابا، أنت كنت تراقب لايوس يا بابا، أنت كنت تراقب هنا، تخلص من بابا وكان وحده برأسية، ولا واحد ضغط عليه ولا واحد راقبه ولا واحد. هنا مشى لايوس وارتقى مع لايوس، حتى أنا لايوس لم يعمل ارتقاء يعني بشكل عالي جدا. هنا ركز في الضربة الرأسية بعدما ليست مستحيلة. ترفع هذه الكرة الرأسية، بعد ذلك لا زالت هنا الهجمة قائمة والفرصة لربيع، حتى ربيع مرور من والدفاع يتدخل. لا زالت مغربية على الطرف الايسر، لمسة وتحضير على مشارف منطقة جزاء وانتوراي. وفقدان التوازن، يفقد توازنه. لا زالت مغربية، بداية الرد ممكن الآن. البينية ممتازة، اضرب جول! عالمي يا صابر يا ابو قريب، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد. حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات في تسديدة من الطراز العالي. هكذا على الطاير، هكذا على الطاير، حتى في الشباك. وجيب يا ضيوف، جيب عندك في الشباك يا ضيوف. شوف الصورة، للمتعة باليمنى قوية. هدف عالمي، كيف لا؟ والصابر بوغرين يلعب للعالمي، انه الرجاء الرياضي. اللمسة والتسديدة بقوة في الزاوية البعيدة. يا سلام، صدقني يا مخرج المباراة، صدقني يا مخرج المباراة، حتى لو عاودت اللقطة ليس فقط عشرات المرات بل مئات المرات فلن نمل، لأنه هدف حقيقة كحس الهداف القناص، لاعب اللي ممكن يعطي أكثر في السنوات القادمة. بينما الكرة العرضية والدفاع. الشوط الثاني إلى جانب أيوب خيري لاعب فريق النهضة البركانية. تلعب هذه الركنية، المهدي لحظة يواصل المباراة بعد اللجوء إلى الفار. خاذ البطاقة الصفراء مشاهدينا الكرام. طبعا الأولى كان عنده التدخل، لم ينال البطاقة الصفراء، هنا نال البطاقة الصفراء. تلعب الضربة الحرة، الله يا الحرار، الله يا الحرار. تصدي الكبار يا الأحرار، تصدي الكبار فعلا، تصدي الكبار يا الأحرار. شوف هنا يطير الأحرار ويتصدى لكرة كانت صعبة، كانت رايحة للزاوية 90. عندما قلت ومشاهدينا الكرام، الأحرار انتظروا قريبا في قائمة المنتخب الوطني الأول إن شاء الله قريبا. مشاهدينا الكرام بعد اللجوء إلى الفار، ألغى البطاقة الحمراء يا الوادني. رد بالك يا الوادني، رد بالك يا مروان يا الوادني. شوف لا هنا عكس التوقع، لعبة قصيرة. الطير الأيمن حذر من العرضية. الأحرار يخرج، يا الأحرار مرت سلامات يا المهدي، مرت سلامات. اللقطة الماضية أول لمسة كاد يسجل. شوف الإعادة، العرضيات في منتهى الخطورة. الأحرار هنا تقدير، وهذه المرة لم يكن جيد وصار براسية. مرت بعد ذلك
ينطلق الرحولي الآن، الرحولي 1 ضد 1، الرحولي ينسل، الرحولي العرضية ركنية مرمى. واحدة من السلالات الجميلة جدا للرحولي من الجهة اليسرى. هنا كيف دخل، كيف هي الكرة، لكن هنا مرت على أسامة المليوي. هذه الكرات اللي يطلبها المليوي مرت على